واش المغرب غادي يولي هو الخزان الاستراتيجي ديال العالم؟ وعلاش دول الخليج عينيها على ميناء الناظور غرب المتوسط بالضبط؟ وفي هذا الوقت بزاف ديال الاخبار كتروج، ولكن الحقيقه كاين في واحد المشروع عملاق قرب يسالي. ميناء الناظور غرب المتوسط ماشي غير مرسى للسفن، هذه منصة سيادية غادي تغير موازين القوى الطاقية في البحر الأبيض المتوسط. قانونيا واقتصاديا المغرب كيبني أمن طاقي صلب، الأشغال فات 90%، والبنية التحتية مصممة باش أنها تهز ملايين الأمتار المكعبة من المحروقات. هنا فين كاين القوة. الموقع ديالنا بعيد على صداع مضيق هرمز، وهذا كيعطي للدول المنتجة أمان جيوسياسي ما كاينش بلاصة أخرى. وخا مصفاة سمير متوقفة حاليا، الدولة غادية في استراتيجية التخزين والتدبير اللوجستيكي كأولوية. يعني المغرب غيولي مركز دوران، كيشري وكيخزن وكيوزع الطاقة الدولية، وهذا الشيء كيعني مداخل ضخمة بالعملة الصعبة وفرص شغل لولاد المنطقة الشرقية. حنا اليوم قدام تحول من مستورد للمواد الطاقية لمسير للتدفقات العالمية. واش في رأيكم باللي هذا المشروع يقدر يهبط تكلفة المحروقات عندنا في المستقبل؟